أولاد الزمالك السابقين يهدوا الأهلي لقب جديد وهو لقب السوبر المصري على حساب الزمالك المصري 2-0. في حاجات كتير قوي ممكن نتكلم فيها. أنا مش زعلان قوي لسبب واحد بس، يعني لو إحنا كنا مشينا المدرب من 5-6 متوشة كانت هتفرق كتير قوي. ماتش عالي النهارده جدا من النادي الاهلي في الشوط الاول. طب ايه اللي خلى الاهلي عالي في الشوط الاول؟ هو التشكيله اللي كابتن احمد عبد الرؤوف نزل بيها، وهي تشكيله غصب عنه، بس في واحد مش غصب عنه: سيف جعفر وشيكو بنزا. ليه؟ ليه بدأت بالاتنين دول؟ شيكو بنزا بان جدا ان هو بتاع حط الكرة واجري، لكن يفنش نو، يشوط نو، يباصي نو، يستلم نو، كل ده مش بتاعه. تخيل بقى لعيب ما فيهوش اي صفه حلوه غير الجري. سيف جعفر هو شبح في الشوط الاول، مش موجود بجد، مش موجود، كلمه مش موجود، ورجوع غير يعني مجدي في الشوط الاول. انت راجع ليه يا كابتن احمد عبد الرؤوف؟ راجع ليه بجد؟ يعني ليه الرجوع ده؟ عشان التشكيله اللي حضرتك نازل بيها. كان عندك احمد ربيع ممكن تبدا بيه، كان عندك احمد حمدي ممكن تبدا بيه في نص الملعب. لو انت بدات باحمد حمدي واحمد ربيع ومحمد شحاته، الثلاثه في نص الملعب هيقفلوه لك كده، خلاص انت قفلت نص الملعب. قدامهم ناصر، تحط مثلا خوان، او تحط احمد شريف، مع ان انا مش مقتنع باحمد شريف، انت ما عندكش دكه كتيره برضه، بس انت يعني كنت هتحط عدي الدباغ بره طالما هو سليم، كنت تحط اي حد، ناصر، اي حد، سيف الجزيري من اول ماتش. لكن انت بدات الشوط الاول وحش. لما بدا بقى الشوط الثاني معاك، انت هنا بدات بقى تعدل، رحت مطلع. بس في عندك نقطه: انت ليه صبرت قوي على عبد الله السعيد وناصر ماهر؟ يعني عبد الله السعيد من اول دقيقه 60 يتسحب وينزل احمد ربيع بدري بدري، كنت تعمل الكلام دوت. فانت ما عملتش. انا مش هقدر الومك يا كابتن احمد عبد الرؤوف جامد الا غير على الشوط الاول بس، لان انت متولي لسه القياده والدنيا بايظه عندك، والدنيا بايظه خالص عندك، يعني لعيبه ما بتقبضش واداره فاشله. خلينا بقى نكون واضحين، اداره فاشله، محتاج تجيب صفقات ومحتاج تمشي ناس، وايقاف القيد اللي عندك. يا ترى هتعملوا ايه؟ يا ترى هتعملوا ايه؟ لقب جديد للنادي الاهلي عادي، تمام، لكن انتوا بقى، انتوا كاداره فين؟ انتوا كاداره نادي الزمالك فين؟ فين من ده كله؟ انا مش هينفع اشيل احمد عبد الرؤوف غير شوط واحد. الشوط الثاني هو لعب، ولكن لعب متاخر، لعب متاخر. ومش عارف هل هدف سيف الدين الجزيري فيه فعلا مشكله ولا لا. هي الكره اتلعبت، خبطت في ايديه، بس هل هنا اليد متعمده ولا غير متعمده؟ وضربه الجزاء اللي لشيكو بنزا اللي محمد هاني زقه، فين الفار؟ رجعه يا عم وشوفها، والله يا عم رجعه وشوفها، سيبك بقى تخسر تكسب، رجعه وشوفها. يعني خلي الحكم يرجع كده يشوفها، هل فيها ضربة جزاء ولا ما فيهاش؟ ما فيهاش، خلاص، فيها. لكن الفار ما رجعوش، الفار قال له يلا لا ما فيهاش حاجة. بطولة جديدة للنادي الأهلي بعد ما كانش هيطلع من البطولة أساسا، أو هو يصعد أساسا قدام سيراميكا، ولولا كابتن البنا وهو نجم البطولة الأولاني اللي خلى الأهلي صعد أساسا قدام سيراميكا، هو اللي أهداهم البطولة دي. لكن أحمد عبد الرؤوف، كابتن أحمد عبد الرؤوف، ماتش تاخد فيه 6/10، 6/10 عشان الشوط الأول اللي أنت عملته، تبديلاتك اللي هي اللي رجعت تاني الزمالك يمسك كورة. لكن كنت ممكن تطلع عبد الله السعيد بدري زي ما قلنا، تطلع ناصر ماهر بدري، تطلع شيكو بنزا بدري، تطلع سيف جعفر بدري. الاربعه دول ما كانوش يبقوا موجودين اساسا من اول الشوط الثاني. ومن اول الشوط الاول ما كنتش تبدا بسيف جعفر ده ابدا ابدا ابدا، ولا شيكو بنزا. كنت بتلعب احسن من كده، وكنت ماسك كوره او عارف حتى تدافع لما كنت بتلعب بيراميدز من غير الاثنين دول. سيف جعفر، اتمنى تراجع حساباتك، عشان انت ما بتلعبش كوره حبيبي، انت ما بتلعبش كوره خالص ولا بتعمل اي حاجه. يعني اتمنى تراجع حساباتك. في الاخر مبروك للنادي الاهلي، بطوله. هنرجع بقى للايقاف بتاع المنتخبات، ونشوف بقى قائمه كابتن حسام حسن واللي عامله كابتن حسام حسن من البلاوي اللي في التشكيله. اللي انا بقولها لكم اهو، خدوها مني كلمه دلوقتي وسجلوها: المنتخب المصري مش هيعمل اي حاجه خالص في اي بطوله هيخشها بقياده حسام حسن. هنبقى فشله، وفشله تقال قوي. وانا وانت اهو، وسجلوا لي الكلمه دي.